ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف إن قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى إن قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل إزاي؟ تابعونا كل يوم حد وأربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي، وانتوا تعرفوا إزاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا قيس هيتجوز ليلى، ومعايا طبعا عبد الحميد متولي. مساء الخير. مساء الخير يا أمنية، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيب. والنهارده 20 رمضان، ويمكن خلاص بدأ العد التنازلي في نهاية أحلى وأغلى شهر عندنا يعني فعلا. شهر رمضان. مساء الخير أعزائي المستمعين لبرنامج قيس هيتجوز ليلى وراديو وسيط اف ام. كل سنة وانتم طيبين. ويعني النهارده معانا حلقة جديدة من برنامجنا قيس هيتجوز ليلى. والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم على بداية تجهيز أكبر حاجة في العلاقة الزوجية هي الشقة. واتكلمنا يمكن المره اللي فاتت كنا احنا ممارسين دور وانشطه الاسطوات، يعني كنا نجارين بقى الحلقه اللي فاتت، وكنا بقى نقاشين وكهربائيه حاجات زي الفل كده. يعني يمكن هنكمل النهارده برضو شغل النقاشه والحاجه يعني، ولا لا هنرتقي شويه والله. طب هيبقى مدير محل يعني. لا طبعا احنا كده دلوقتي. الحلقه اللي فاتت المفروض ان احنا خلصنا الاساسيات اللي احنا قلنا انها بتبقى مكلفه، وانها لازم تتكلف كويس جدا علشان لو ما اتكلفتش كويس هتضرنا فيما بعد. وطبعا احنا خلصنا كل الحاجات اللي تقريبا ما بتبانش. صحيح زي ما قلنا انها بتكون مكلفه، بس برضو ما بتبانش ومحدش بيقدر يحس بيها قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتبقى ظاهره والانسان ممكن ياخد باله منها هي التقسيمات الكهربائيه شويه، الاضاءه في الاسقف والحاجات دي، لانها طبعا بتتعمل من بدري. لكن النهارده بقى عايزين نتكلم في مرحله جديده، واللي هي بدانا هنفرش يعني. الاول طبعا الالوان اللي لازم تكون في الاوض يكون شكلها عامل ازاي، الموبيليا في عارفين في المودرن في الستيل، الحاجات دي كلها بتبقى في لخبطه. العروسه او ليلى بتبقى عندها ارتباك جامد، مش عارفه تختار ايه اشيك وايه احسن. في حاجات بتبقى حلوه قوي بس مدتها بتخلص بسرعه، فطبعا هتبقى مكلفه، لان احنا بعد كده هنبدا عايزين نغير نمشي على الطراز الحديث يعني. ففي كده معانا شويه نصايح عامه هنقولها في الأول علشان أي ليلى وأي قيس لازم ياخدوا بالهم منها وهم بيبدأوا تجهيز الشقة، وفرش وحيطان أسقف أرضيات يعني. صحيح. يعني النهارده يمكن حلقه برضو مهمه جدا زي الحلقه اللي فاتت وزي كل الحلقات اللي فاتت برضو، والحلقات اللاللي جايه مش هتكون اقل اهميه من حلقتنا النهارده. ولكن احنا النهارده بنتكلم في حاجات بقى في العمق الداخلي داخل الشقه اللي هيعيشوا فيها والفلوس هتتصرف هنا وهنا. المهم النهارده هنتكلم مع بعض على نصايح يعني في تأسيس عش الزوجيه، وكمان هنتكلم على توضيب بقى حاجات جميله جدا داخل غرف النوم والمطبخ والسفره، وكمان هنتكلم في حاجات كتير 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 في حلقتنا النهارده. مستنيين مشاركتكم معانا وارائكم، واللي وضب شقته يقول لنا وضبها عمل ايه في اوض النوم والمطبخ والسفره، وعمل ايه قبل كده في التوضيب اللي احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت. وكمان ابعتوا لنا تعليقاتكم على وسيط اف ام الفان بيج بتاعتنا على فيسبوك، وكمان تكلمونا على ارقامنا 0100 5804 904 او 012 2 646 7484. يمكن نخرج فاصل سريع ونرجع ليكم مره ثانيه. طب قبل الفاصل بس هقول لهم اي حاجه. اتفضلي يا باشا اتفضلي. السؤال بتاعنا على السؤال بتاعنا، بتفضل مهندس ديكور ولا ممكن انت تعمل الديكور بنفسك؟ كان او لا،
ليه؟ صحيح، ده سؤال حلقتنا. كانوا حاطينه على الايفنت كنا بتاعنا حاطينه وكان فعلا عليه على اجابات على event فكره، والله اجابات حلوه زي كل مره يعني. كل الحمد مرة لله. طبعاً. هنخرج فاصل سريع ونرجع نشوف احلى اجابات من احلى مستمعين. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم بين لحظة والتانية، بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورثه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة. من ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف ان قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى ان قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل ازاي؟ تابعونا كل يوم حد واربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي. وانتوا تعرفوا ازاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية اكيد. ورجعنا لكم تاني ومكملين قيس هيتجوز ليلى. وزي ما قلنا النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه مهمه لانها حلقه الديكور والفرش والحاجات النهائيه بقى اللي بنخلص بيها عشان الفرح قرب. وانتوا بتخلصوا بيها ولا بتخلصوا علينا بيها؟ يعني الاتنين، عامل مشترك يعني ماشيه. ما هو يعني ما هي مش هتتجوز لوحدها ليلى، ما هو قيس هيتجوز ليلى. قيس هيتجوز ليلى مش هيتجوز حد تاني يعني، قيس هيتجوز ليلى. كنا بنتكلم ليه يعني اصدقائنا ومستمعينا الافاضل عن نصايح قبل يعني او نصايح تاسيس عش الزوجيه. يعني يا أمنية كده قولي لنا كده ممكن تنصحينا بايه؟ انت عارف احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا في تفاصيل كتير قوي. لو احنا هنقول ان العروسه كانت متفقه معانا وليلى كانت شغاله معانا في الموضوع يعني، وانا اعتقد بما ان ليلى صاحبتي انها كانت بره الموضوع ده خالص. لا على فكره
اسمح لكيش. ايه قيس قال لك انها راحت واشتغلت؟ لا طبعا طبعا لا طبعا بتشتغل طبعا. ايه بتعمل ايه؟ بتلف وتشوف وبتسال بدات لا، تاخد في نصايح المرحلة المرة اللي فاتت. لا، طبعا. لا، بجد؟ لا بدات انا ما شفتهاش من زمان. لا بدات. طيب ده ليلى وليلات كتير على وليلات كتير كمان. على فكره مش عايزه اقول لك ان ليلات هي اللي بتعمل الشغل ده اصلا. المهم المفروض بقى ان ليلى كده اللي هي عروستنا الحلوه اللي جايه خلاص بتخلص يعني، علشان تاخد قرار في الالوان بتاعتها وفي حجم الموبيليا اللي هتكون موجوده في بيتها والفرش، انها الاول كده تجيب ورقه وقلم صغيرين وتلف لفه بسيطه كده جوه الشقه، تعرف منها ايه المساحات بقى. مساحات نوسع هنا نضيق هنا، في عيب في المكان ده ممكن نفتح هنا شباك نقفل هنا شباك. طبعا ده كل ده كان من المرحله اللي فاتت، بس في عيوب برضو ما بتبانش غير بعد النهايه. بعد ما بنخلص حاجات كتير جدا بتلاقي حاجات بتبدا تظهر لك بقى، ده المكان ده واسع، المكان ده ضيق، المكان ده ممكن نعمل فيه ايه بالظبط. فانا انصحها دايما يا عبد الحميد ان هي تجيب معاها ورقه وقلم، تمام، تكتب بقى بيه الحاجات دي جدا وتقول يعني. لنا اتضح عندها ايه او شافت المشاكل اللي كانت موجوده عندها ايه. في حاجه كمان انها ممكن قبل ما تبدا بقى تنزل وتلف وكده بتتعب نفسها من البدايه، فهي ممكن برضه تجيب كتالوج كده صغير بتاع المفروشات والاساس وتبدا تشوف ايه الجديد بقى، جديد السنه ايه. طبعا دلوقتي البنوتات بتوعنا بقوا مفكروش في الكتالوجات قوي، تلاقي عندنا الانترنت موجود وبندخل نكتب اي حاجه بيطلع لنا كل حاجه. صحيح. فهي طبعا البنوته كده تدخل تشوف بقى على الانترنت وكده. ممكن تسال اصحابها وقرايبها في المجال بقى، يعني انت عارف طبعا بنوتات جروب انا عروسه طول النهار بيسالوا بعض طول النهار بيجاوبوا على بعض. بصراحه يعني الجروب بيساعد بعض جدا. والله هو زي ما الجروب هو حلو وكل حاجه، بس برضه طول النهار عاملين ينموا في بعض. لا لا لا, لا. او على بعض. لا يعني لا لا. هي عماله تنم فيه وهو لا لا بقى لا, لا هم بقى عشان طول كده النهار جروب، عشان كده جروب كلوزد، مش عايزين حد يخش يشوف اللي بيحصل جوه. هم بقى دايما بس انا واثق بينصحوا فيهم بعض. يعني. لا هم واثقين فيك برضه. دايما تلاقيهم كده بيدوا لبعض نصايح في الديكور، وده اللي احنا طالبينه، ان البنوته قبل ما تنزل تشوف ليلى قبل ما تنزل وتتعب وكده، ان هي ممكن ايه تسال، صحيح، تدور هي بنفسها حاجات كده. فانت ايه رايك في الموضوع؟ لا موضوع السؤال ده يعني دي حاجه كويسه جدا ان احنا نسال الناس، ونسال الناس اللي كان عندهم خبره وسبق ليهم خبره يعني في امور التوضيب وفي اي امور. ده كمان خد بالك احنا قلناها في اول بدايه حلقاتنا خالص يعني الاستشاره. تمام. انت بعد ما انت قلتي نسال ونعمل كل الحاجات الجميله ديت، انا شايف ان احنا كمان بنصح نصيحه ان احنا ممكن نرسم رسم كروكي للشقه وتوضيب الشقه للي احنا عايزينه. يعني بعد ما احنا نحط التخيل اللي احنا عايزينه ننفذ التخيل ده بنفسنا على ورقه رسم كروكي كده للاوض عايزينها شكلها ايه، الشقه نفسها، مساحاتها، ترتيباتها، الحاجات دي كلها، فتحات الشبابيك في الحيطان، البلكونات مساحتها قد ايه، كل الحاجات دي رسم كروكي كده ونظبط فيها. لان انت مثلا ممكن تروح تشتري كرسي كده ومتخيل ان هو ممكن يتحط في المساحه ما بين الحيطه دي والحيطه دي، وفي الاخر تبص تلاقي الموضوع فرق قوي، يعني تلاقي الحكايه طلعت اكبر او الحيطه طلعت كبيره والكرسي طلع مش باين مثلا، هو غالي قوي. صحيح. فلازم طبعا ان احنا نعمل رسم الكروكي ده بالمقاسات، لان احنا الجوله الاولانيه لما لفينا كانت الشقه فاضيه، فالمفروض ان احنا خدنا مقاسات بقى الحيطه دي كام في كام، ممكن تاخد ايه، فكده الحاجات دي كلها بتفيد جدا. صحيح. طبعا بعد ما خدنا الفكره المبدئيه في دماغنا لازم بقى ننزل نلف على المحلات لايف بقى، نمسك بقى الحاجه في ايدينا ونشوف بالفعل هتكفي ولا لا، والاسعار. ويا عيني عليه بقى في الاسعار، مش لوحده يعني، ما هي هتدفع برضه يعني، فالاسعار هل مناسبه ولا لا. صحيح. مبدئيا من البدايه انا يعني لازم كل حاجه تكون متناسقه مع بعض. فلما اروح اشوف الموبيليا اشوف بعدها العفشه الحيطان هتبقى ماشيه مع الالوان ولا لا. الافضل ان انا لما اجي اشتري الموبيليا الاول وبعد كده احدد عليها الوان الحوائط. صحيح. اللون الحيطه يتغير لكن لون الموبيليا ما بيتغيرش، او الفرش بتاعها ما بيتغيرش. انت صحيح بتقولي حاجه مهمه جدا وراي مهم جدا. على فكره انا عندي كمان نصيحه يوميه ان احنا يعني نكون كده ايه متريثين في توضيب الشقه وتجهيزها. يعني حتى لو احنا امكانياتنا الماديه موجوده ومتوفره معانا والحمد لله، لازم نركز في البدايه على الاساس اللي هيكون في الاماكن الرئيسيه، زي اوض النوم، زي المطبخ، زي اوضه المعيشه ان كانت بقى زي ما احنا بنسميها الصالون او الانتريه او لازم نركز على الحاجات دي الاول، وده الاساس، وبعد كده بنركز بقى في الحاجات اللي هي الكماليات والحاجات دي. بالظبط يعني دي نصيحه انا شايف انها مهمه جدا. يعني طبعا انت عارف اي ليله من الليليات اللي احنا اصدقائنا وصديقاتنا دول، لان في المرحله دي قيس بيبقى منسحب شويه، بيبقى بيروح يدفع وخلاص يعني.
او لو راح بيروح مره. كان الله في عونه. لكن ليلى بقى بتبقى ما بتسكتش، عماله تتشرط. لا ما بتسكتش، نازله طالعه. لا ما تفكرش في موضوع الفلوس، بس ليه كده يا عبد الحميد دايما مادي كده، كل مره برضو تقف في الماديات والاسعار. انا اشاهد الناس، انا واحد هساعدها يعني، انا مضحي بكل حاجه. اولا هو مش انت، هو قيس هيكلم ليلى. انت ليه بتقول لهم طريقك مسدود؟ كل مره نقول لك طريقك مسدود مش انا. لست انا هذا السادد. انت عارف طبعا اهم غرفه في المنزل بتبقى في البدايه بتبقى غرفه النوم، فتلاقي دايما البنات بتبقى عايزه تعملها حاجه كده خرافيه وهميه يعني. في عارف انواع بقى من الخشب، وفي بيبقى المطرز الحديد اللي هو المزخرف دوت الجديد ده، بيبقى اسعاره غاليه برضو. في منه كلاسيك، في منه مودرن، فتبقى البنات عايزه تروح تجيب كل حاجه. المهم بقى اللي هي وقيس يتفقوا عليه. تمام. ما ينفعش حد واحد يقول كل حاجه على طول الخط. يعني لازم هما الاثنين يتفقوا على فكره. بالزبط. لازم يتناقشوا مع بعض قبل ما يعملوا اي حاجه يعني، ما فيش حد بيعمل حاجه بمزاجه يعني. بالظبط كده. في بقى هي ممكن تحط بقى لمساتها الجماليه طبعا في ايه بقى؟ في مفرش السرير. مفرش السرير ده برضه بيبقى مهم قوي، وبيمشي على حسب نوع الاوضه. لو هي الاوضه مودرن فبنحط مفرش بسيط كده، لو هي بقى كلاسيك ستيل قديم يعني لازم تحط بقى مفرش فخم كده. تمام. بحيث ان هو يبرز جمال الاوضه. ده بيخلي رونق جميل جدا. والستاير بتاعت الاوضه صحيح تكون رقيقه، وفي نفس الوقت بتعتمد على الخصوصيه. يعني ما تنفعش تحط مثلا ستاره والشباك يكون وراها مكشوف جدا. لا يعني لو ستاره شيفون مثلا يبقى نحط وراها حاجه بتداري بتعمل اخفاء لما وراها، علشان يبقى فيه دايما خصوصيه للمكان. دي حاجات كلها بتبقى بتساعد على نقاء وجمال الاوضه. طبعا بيلعب الاضاءه بقى دور مهم قوي في الموضوع ده. الاضاءه عندك حاجه مهمه جدا. الاضاءه ديت لو احنا مثلا عملنا اباجوره او عملنا سبوتس في الاوضه، بحيث ان الاضاءه تكون متوزعه على الغرفه كلها باضاءه خافته، بتبقى حلوه قوي. حلوه خافته دي. خافته كل ده احنا بنتكلم في الموبيليات نفسها او الحاجات، ما دخلناش لسه في التعمق الاساسي، لسه هنتكلم فيه في الالوان وهنتكلم في كل حاجه. صحيح. الاول لازم في كل البيت تبقى انت من البدايه محدد انت بيتك مودرن ولا كلاسيك. ما ينفعش تعمل اوضه واوضه. في ناس غاويه قوي تعمل، تدخل انت المكان ده تلاقي الاوضه دي مودرن، تدخل الاوضه الثانيه تلاقيها كلاسيك، يعني حاجه كده سلطه مختلفين. انت لازم تحدد بيتك يبقى نوع ايه من البدايه. صحيح. حاجه تانية مهمه كمان في البيت، ويمكن ده موضوع او محور تاني في موضوع حلقاتنا النهارده. النهارده كمان هنتكلم عن المطبخ. المطبخ يوميا ما عادش زي زمان هو مكان بس للطبخ والاكل وبس. يعني هو ما عادش مكان مخزن الاكل يعني. لا. بالعكس، ده هو النهارده المطبخ على فكره بقى هو اللي ممكن يكون فيه موجود فيه السفره، بقى هو اللي موجود فيه يعني بنشوف اشكال المطابخ الجديده متنوعه ومختلفه خالص عن زمان. ما عادش هو المكان التقليدي اللي بيقعد قاعد فيه بس عشان توضيب الاكل وبعد كده الاكل يخرج منه لبره بقى على السفره بره. بالعكس، ده المطبخ تطور، ويعني بتطور الزمن وتطور السنين. النهارده احنا في 2012، ما عادش ممكن قليل قوي ما تلاقي مطابخ زي زمان تقليديه زي اللي في بيتي وفي بيت اهلي. ما عادش زي زمان يعني. اعتقد المطابخ تطورت يعني. اتطورت جدا. دلوقتي عندك الامريكان كيتشن، ممكن تلاقي نفسك قاعد انت والمطبخ مع بعض يعني. صحيح. فلازم يبقى شكله مختلف، ولازم تبقى الحكايه فيه جميله قوي. فممكن ان انت بقى تروح تجيب ليلات. هو انا بكلم قيس بس هي ليلى اللي بتعمل الموضوع ده. يعني تلاقي دايما برضو تبقى محدده من البدايه مطبخها نوع ايه، مودرن ولا ستيل، هل هو امريكان ولا مقفول زي زمان. ما هو كل ده بيحدد هي هتعمل فيه ايه بالظبط. في اشكال جماليه جدا بقى للمطابخ. عندك اهم حاجه طبعا لو انت هتعمل تصميم، يبقى دواليب المطبخ دي بقت فن دلوقتي. ما عادش زي زمان ستامب كده بتحطها وخلاص. لا صحيح. ده بيبقى فيها ديكور وفيها اشكال وفيها سبوتس من جوه، ممكن لما تفتحها تديك اضاءه حلوه قوي. وممكن حاجات كتير. بس هي يعني لازم في الاول تدور على ايه بقى، هي لازم في الاول تدور على زي ما انت قلتي الكتالوجات وتستعمل الحاجات دي. كمان انا عايز اقول لك ان هي لازم تبص على الوان الحيطان بالظبط. وكمان يا ريت لو هي مثلا
اخده بقى قيس يعني، او هما الاثنين بيتعشوا بره في مكان في مطعم كده ولا حاجه، يا ريت تبقى عينها كمان بتبص على الوان المطعم عامله ازاي، لان في كل مكان او زي ما احنا بنقول الالوان في غرف النوم لازم يكون لون كده هادي، وكمان الاوض في الصاله، ويعني الالوان دي بتختلف. احنا كمان ممكن يكون المطبخ ليه لون، يعني هو تقليديا على فكره اللون البني بدرجاته هو الوان المطبخ. لا بس دلوقتي اتغيرت خالص. ما انا بقول لك ده التقليدي بقى، فالحاجات بقى اتغيرت دلوقتي كمان. تبص في المطاعم، تبص في المطابخ، تبص في الكتالوجات الالوان المطابخ عامله ازاي. اعتقد ان الالوان هيكون ليها اهم حاجه تهتم قوي بمساحه المطبخ، عشان لو هو مطبخ كبير ممكن تحط فيه حاجات كتير. تمام. لكن لو هو مطبخ صغير بقى ما نبقاش بنملاه. أيوه. يعني في ناس بقى المطبخ صغير وعايز تعمل دولاب مطبخ مش عارفه كام في كام، وكمان عايز تحط ترابيزه عشان تبقى الاكل جوه المطبخ، وعايزين مش عارف. لا طب احنا نحاول نصغر الحاجات. دواليب التخزين دي نحط ستاره شيك قوي كده، ممكن تكون صغيره بس تدي لون مبهج للمكان. الحاجات دي ممكن تكون قماش عشان تتغسل، عشان في بنات كتير قوي بتكسل من موضوع الغسيل ده. طبعا المطبخ بيفضل طبعا ان هو يكون الوانه زي ما انت قلت البنيات لو احنا اتعودنا عليها كده. بس دلوقتي بقى الاخضر والازرق بيبقى مدي جمال جدا برضه. والاحمر عارف كده، احمر في ابيض. لو صحيح السيراميكات بقى والحاجات دي. بمناسبه السيراميك بقى، على فكره بيبقى الاختيار دايما بين السيراميك وبين يعني يا سلام لو اتعملت المطابخ ممكن تكون العلاقه بقى اتولدت بين السيراميك وورق الحائط. حد هيقول لي انت تعمل ورق حائط في المطبخ؟ ارد اقول لك ان ورقه الحائط غير ان هو بقى حاجه جديده، غير ان هو حاجه في الوانها اللي احنا عايزينها، وفيها بيبقى اشكال ونقوشات يعني نقش جميل على ورق الحائط. ممكن نعمله على فكره. ورق الحائط مضاد جدا للرطوبه وشغل بقى الميه ومش عارف ايه والحاجات دي بقى كلها، فعملي اكتر كمان. ودي حاجات من الحاجات الجديده بقى المودرن، ان احنا بنستخدم بنربط بين السيراميك في الارضيه وورق الحائط نفسه وعلى الجدران والوانه. وانا زي ما بقول لك ان ورق الحائط سهل انك تجيب منه الوان واشكال ونقش جديده وشكلها حلو في المطبخ. سهل ان هو يتغير كل فتره، وسهل ان انت تغيره كل فتره. يعني هتشيل دوت وهتحطه بدل ما تقعد تكسر بقى ويجي. أيوة. ومش مكلف برضه. شفتوا بقى ازاي؟ اول ما قلت لهم ورق الحائط، اول ما قلت لهم ورق الحائط اتخضوا، قالوا ايه ده ورق الحائط ده؟ انت هتهرج ولا ايه؟ لا بس قيس لما بيحط ما بيشغل مخ. لما بيحط افكاره بتطلع افكار مهمه. بس برضو ممكن لو هي مطبخها يعني مش عايزه بقى تحط ورق حائط او عايزه تحط فعلا سيراميك او كده، ممكن في اللوح الجداريه عارفها اللي هي بتبقى من السيراميك برضو. دي ممكن تتحط فوق الحوض، ممكن تتحط فوق البوتاجاز، بس انا بقى بفضل وجودها فوق الحوض. البوتاجاز اصلا بيبقى الغطا دايما مداري فبيبقى مش باين، فبيبقى دايما الحوض بيبقى باين اكتر. فانا شايفه ان فوق الحوض تبقى شكلها اشيك، وحتى تبقى وهي واقفه كده فوق الحوض حاسه في حاجه قدام منها شكلها حلو. صحيح كده يعني. صحيح. المهم كمان بقى يا عبد الحميد حاجه مهمه جدا وبتاخد مساحه كبيره برضو في الشقه، وفي ناس كتير مش بتهتم بيها صح. زي ايه؟ غرفه السفره. صحيح عندك حق. غرفه السفره ديت لازم كده يبقى الانسان يعني عامل استعداده انه هياخد اوضه في المكان او مكان يبقى محدد. ما ينفعش ابدا ان احنا نيجي نقول هي الحته الصغيره دي. تمام. وبرده ما نديلهاش مساحه اكبر من حجمها، يعني ما نديش هي السفره برده في بدايه زواج قيس وليلى لازم تكون مش حاجه كبيره قوي، بس ماشي. لازم تكون موجوده. تمام. خد بالك ان اول حاجه برضو هرجع اكلمك فيها في موضوع السفره، ان احنا برضو يعني نتاكد من مقاسات الاوضه من طولها وعرضها قبل ما ننزل نشتري اي حاجه تخص غرفه السفره. يعني ده هيبقى مهم قوي ان احنا ما ينفعش ننزل ننقي السفره من الشارع او من المعرض قبل ما نعرف مساحه الاوضه اللي انا او مساحه المكان اللي هحط فيه السفره هتبقى قد ايه، وطولها وعرضها. مهم قوي ده. بالظبط، ده اللي هي المفروض تعمله من البدايه في كل حاجه اصلا، ان هي تبقى نازله عارفه هي عايزه ايه بالظبط ومساحتها معاها، وزي ما قلنا معاها ورقه وقلم بتأيد فيها وبتكتب فيها كل حاجه هي بتشوفها. طبعا لازم برضو تهتم الاوضه اللي هتحط فيها السفره دي الشبابيك فين، الباب صحيح. فين. ما ينفعش ابدا تبقى جايبه اوضه سفره او حجمها اكبر من المكان فتقفل الباب مثلا، او تضطر تحط الجزء الثالث. ساعات الاوضه السفره بيكون فيها 3 اجزاء، من جزء ثالث مثلا يقفل شباك اللي هو التهويه بتاعه المكان. فلازم نخلي بالنا قوي من الحاجات دي، ونحاول نصغر في الحاجات على قد المكان اللي احنا فيه. وكمان عشان نفس اللي انت بتقوليه ده بيبقى مهم جدا في ان احنا نحسب المساحه اللي حوالين السفره نفسها واتجاهات المكان السفره، عشان ما ينفعش نكون احنا مثلا قاعدين او عازمين حد ويبقى المكان ضيق قوي ومقفول وخلاص هو قاعد ما فيش حد هيعدي بقى من وراه ولا جنبه ولا اي حاجه. لا، او كل ما حد يقوم بقى يقومه. الله ينور عليك. فلازم نحسب الحاجات دي زي ما انت بتتكلمي يا امنيه، ده كلام مظبوط جدا، عشان نحسب الاوضه نفسها او السفره نفسها تاخد قد ايه، وكراسي عدد الكراسي والمساحه
لا ولا يجي بقى ايه، جابت الدواليب وحطت اللي هو دولاب الفضيات مثلا والنيش والحاجات دي ورصت الحاجه جوه، ولما تيجي تفتح مش عارفه تفتح. ايوه ما مش عارفه صحيح، الناس قاعده بقى او هو السفره نفسها ضيقه في ضيقه هي خلاص بقى تقوم شايله السفره وتقوم رايحه فاتحه حاطت الحاجه ومش عارفه تخرجها. خلاص انتهى كده الموضوع. ما هو منها دخلت. عندك حق. في حاجه كمان بقى برضو ان هو يعني عارف في البدايه زي ما انا قلت لك، البدايه بتبقى الفتره يعني شخصين دايما اللي بياكلوا في البيت، نادر لما بيجي لهم حد كتير، فنروح نجيب ترابيزه بقى 8 كراسي و12 كرسي كبيره طويله، مزنقين البيت كله مش عارفين نقعد ولا نتحرك، وفي الاخر عشان احتمال عزومه تحصل في السنه واحتمال نقضيها بره يعني مش دايما، الا اذا كان هم ناس بقى عندهم ضيوفهم كتير وهيجي لهم كتير باستمرار يعني. هم ضامنين يعني، ما عادش حد بيزور حد دلوقتي صح؟ والله على حسب والله يعني، الزيارات دي بتبقى يعني الجو حر بقى ومش عارف ايه وقعده البيوت ومش عارف هنضطر بقى نجيب تكييف عشان الناس لما تيجي ما تقولش البيت حر. طبعا تكلفة. والله وغير كده كمان والله، هو لو الاوضه ما فيهاش حتى مروحه ولكن الناس اللي فيها احنا بنحبهم وهنقعد معاهم يعني بس لو احنا بنحب بعض والكلام ده يعني وجهة نظر. نفتح الشباك بقى ونستحمل بقى. قفلت الشباك بالنيش. دي عامله ازمه دي، ما نقعد في الشارع احسن. الدنيا هنا اتقفلت خالص. برضو رجلين الترابيزه. انت عارف رجل الترابيزه دي ساعات يقول لك ايه ده رجل الترابيزه دي شيك جدا، بس هي مش باينه اصلا. صحيح يعني هي اصلا انت عارف انت مجرد لميت الكراسي على الترابيزه الموضوع انتهى خلاص، ما بقتش باين. طب هنجيبها ليه شكلها حلو نصرف فيها وهي مثلا ممكن تكون واخده مساحه على الفاضي؟ المفروض ان احنا نجيب حاجه يعني مناسبه للجميع وفي نفس الوقت تكلفتها مش عاليه. طبعا برضو القرص بتاع الترابيزه له اهميه كبيره جدا. اوكي 50% من شكل اوضه السفره بيعتمد على القرص ده، بس احيانا كتير قوي برضو بيتدارى بالمفرش. فاحنا لازم نوزن الامور دي، الحاجات دي هتكون باينه ولا مش باينه. ما نفعش حاجات غاليه قوي علشان ممكن تروح تشتري سفره مثلا فالراجل يقول لك ايه ده القرص ده مثلا فيه شغل بنص ثمن السفره. طب ما هو ده في الاخر انت هتغطيه بالمفرش ولا انت هتسيبيه كده؟ ده احنا لازم تبقي انت محدداه، لان هو ممكن يقنعك ان هو بيتساب كده وكل حاجه وانت اول ما تروحي وتبداي تحطيه تبص تلاقي لا ده لازم له مفرش. صحيح. يبقى اتكلفتي ثمن السفره نفسها والمفرش كمان وانت مش مقتنعه بيه. عايز ارجع اكد لك كمان ان يعني الاحجام بتاعه السفره والكراسي الصغيره انجح من السفره الكبيره والكلام ده بنسبه 100%، يعني لانها بتوفر مساحه وبتوفر حتى شكل ارق والكلام ده ومش عامله زحمه في البيت والكلام ده كله. فان المساحه الصغيره يعني احسن بكتير وافضل بكتير من المساحه الكبيره للسفره والكراسي. وعلى فكره كمان نصيحه ان احنا ما نختارش اوضه السفره بناء على ان هي كراسي مريحه والكلام ده. ليه احنا نقعد فيها ايه يعني؟ خدي بالك بقى ان احنا ما بنقعدش فيها تقريبا مش اكتر من 45 دقيقه على مستوى الثلاث وجبات يعني، فطار وغدا يعني وعشاء. فما مش هتحس اصلا باي حاجه بقى، كرسي سوفت بقى ولا مش سوفت، فمش مش هتحس بده اصلا يعني. فاوعى تخدع في الحكايه دي خالص يعني. ولكن يعني انا شايف ان مش ده العامل اللي يخلينا نشتري اوضه السفره تكون مريحه يعني، او كرسي لا مريحه يعني. دي مش اصل هو الطبيعي اصلا ان الكرسي لازم يكون مريح، ما انا مش هقعد على مسامير يعني. فلكن ما يضحكش عليا بان والله لا ده الكرسي ده بقى مش عايز اقول لك بقى كرسي بمسند بقى، كرسي بمسند بقى وظهر بقى وبتاع ايه. تعالوا نطلع فاصل كده صغير مع بعض نشوف هنعمل ايه النهارده، وفي عندنا حاجات كتير قوي لسه هنعملها مع بعض، وفي تخطيط سليم وتخطيط ناجح وافضل نتائج. لا عندنا شغل كتير قوي عبد الحميد للموضوع ده. بس طبعا عايزه في الاول قبل ما نطلع الفاصل افكركم بسؤال حلقتنا النهارده، تستعين بمهندس ديكور ولا لا يفضل؟ وطبعا على البيج بتاعتنا الاجابه موجوده او السؤال موجود ممكن تجاوبوا هناك. وطبعا تتصلوا بينا على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84 ومستنيينكم علشان نعرف رايكم ايه. بتحب حاجه بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة،
تنسى نفسك تلقى نفسك عدليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب تنزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب تنزل دموعي. آمنت بيك قربت ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين عشان نكمل معاكم حلقتنا النهاردة. قيس هيتجوز ليلى، وبنتكلم النهاردة على حاجات كتير مهمة. اتكلمنا قبل الفاصل عن النصايح لتأسيس عيشة الزوجية، وكمان اتكلمنا عن نصايح ويعني غرف النوم ازاي نستخدمها او ازاي نأسس غرف النوم، وكمان المطبخ وكمان السفرة. وقبل ما نخرج الفاصل زميلتي أمنية فكرتكم بان انتوا تجاوبوا على سؤالنا موجود دلوقتي على البيج، على الفان بيج بتاعتنا وسيط اف ام، وكمان تكلمونا على ارقامنا 0100 5804 904 او 012 2 64 674 84. لا ما بيتقالش كده على فكره. انا قلت كده 012 26 46 74 84. على فكره انا ممكن حاله لو منزل بقى الناس تقول انه رقم بيتقال احلى بقى، ونشوف بقى مين هيقول. تيجي نعمل كده، يعني اعمل فوتنج جدا. انا بصي ممكن يعني مفيش مشكله بالنسبه لي. اوكي احنا نعمل فوتنج ونشوف الرقم ده بيتقال مين احسن. طيب. انا عايز اسالك حاجه في الاول. اتفضل. ما سالتكش، المفروض كنت اسالك في البدايه خالص. قول يا باشا. انت تفضل للبيت عندك ان شاء الله لما تبقى قيس ان شاء الله، إن شاء الله. لحد دلوقتي عبد الحميد لما إن شاء تبقى الله. قيس ان شاء الله تفضل تبقى البيت عندك مودرن ولا كلاسيك؟ لا انا احب المودرن احسن. بس ده مكلف. مش مشكله، بس هبقى اكثر راحه يعني. راحه يعني البيت هيكون خفيف وهيكون شكله اظرف بكتير، ومفيش زحمه ومفيش كراكيب، ومريح لعينيا، وكل الحاجات دي هتساعدني في ان انا اعيش حياه سعيده. يعني هي مجرد العيشه الزوجيه ومجرد اداه من ضمن ادوات تخليني اعيش حياه سعيده. فيعني ده وجهه نظري يعني. بس مش مكلف على حاجه، مش مكلف على فكره. لا ما عارف تكلفته في ايه؟ في ان هو كل فتره بتبقى محتاج تغير، تمشي حسب الموضه. واحد صديقي من دمياط قال لي حاجه، هو عندهم اللي هي الحاجات بتاعت الموبيليا والكلام ده. قال لي حاجه على فكره ولفتت انتباهي وما اعرفش، بس هو انا اتوسم فيه عن الصدق يعني، وهو راجل شغلته يعني. قال لي انت ممكن بدل ما تشتري من الحاجات بقى اللي هي بتفضل كل شويه عند تغيرها دي والكلام ده، انت ممكن تنقي من الكتالوج الحاجه اللي انت عايزها، واحنا نعمله لك بنفس المنظر، بس عموله بقى، بس هو بنفس المنظر، اخرجه لك بنفس المنظر. لا بس انا هنا ما اقصدش تعيش اكتر يعني. لا انا بقصد في التغيير، في مش في الخامه، في الشكل، كشكل قصدك. نغير كل شويه يعني. يعني هو بيقول لك المودرن اخره 3 سنين تمام. فتضطر تغير تاني.
والله هي انا ما عنديش مشكله في ده. تعرف يعني فلوس لو والليلى فلوسهم قد كده، آه، في اولاد جايين. عشان فلوسهم قد كده ممكن يستعينوا بفكره ان هم يعملوها عموله فتعيش معاهم مده اطول يعني، بدل ما يجيبوا حاجه تقليديه والكلام ده. يعني ما هم مش هيحسوا ان هم خرجوا بره البيت عندهم يعني. طب انا هسألك السؤال بتاعنا النهارده، انت ممكن تستعين بمهندس ديكور ولا انت ممكن تتكفل بالموضوع؟ والله اقول لك حاجه، انا بدايه انا وهي هنقعد نتفرج على الكتالوج سوا وهننقي سوا انا وهي. حبينا احنا الاثنين ان احنا نستعين، انا ما عنديش مشكله خالص يعني، ما عنديش عقده ان انا اجيب مهندس ديكور يعني خالص يعني. بس هي الفكره كلها ان في الاول انا وهي اللي نتفق، وانا وهي اللي نتفرج على كل حاجه. والله اذا وفقنا ان احنا نختارنا يعني نختار اللي احنا عايزينه خلاص وفقنا. لم يعني لو ما عرفناش ممكن نستعين بمهندس ديكور وهو يقول لنا والله هنا وهنا وهنا. وانا عندي يعني واحده صاحبتي مهندسه ديكور فعادي يعني، مش هستعين ولا حاجه، هي تكون موجوده في الموضوع. عشان هي صاحبتك يعني هتبقى موجوده. طبعا يعني انت وليلى وتتجوزوا على ذوق صاحبتك. لا مش على ذوق صاحبتي، لا ده هي هتقول يعني مجرد نصائح يعني. ايه اللي على ذوق صاحبتي دي؟ مش فاهمه ليلى ساكته ليه على الموضوع ده. والله هو كل العيلات يعني بالنسبه لي حلوين يعني، هم يتفقوا مع بعضيهم في الاخر يعني. علشان كده بقول لك لازم البيت عندك يكون شكله واحد، يعني انت من البدايه مقرر كلاسيك ولا مودرن. تمام. ما ينفعش تمشي من اوضه لاوضه تحس ان انت دخلت عالم سمسم يعني. صحيح. من الاوضه دي للاوضه دي، ايه ده فين احنا هنا، احنا فين ما اعرفش يعني. فالطراز الواحد بيخلي الدنيا كلها ماشيه مع بعض. عارفه كمان الاوضه يعني او الغرف الناجحه دي اللي بتكون موجود فيها اكتر من مصدر واحد للاضاءه. يعني النور بيكون فيه اكتر من نوع في يعني في السقف بقى وعلى الحيطان والسبوتات والحاجات دي كلها. ده بقى في حاله زي دي ممكن يكون مهندس الديكور هو ليه نظره اكتر مني احترافيه ويعني وشكل افضل في الموضوع ده. او ينفع او ما ينفعش، وممكن يقول لك مميزات والعيوب بتاعه ممكن يقول ينفع وما ينفعش. صحيح. الوضع ايه. بس دايما يقول لك الارضيه لازم تكون اغمق من السقف والجدران والسقف، يعني دايما الارضيات تبقى فيها سنه غمقان شويه. عشان كده دايما بيعتمدوا على الباركيه اللي بيكون غامق، وبعد كده تبدا تختار بقى الوان الجدران عندك والاسقف بتكون شكلها ايه. وطبعا السقف لازم في الغالب بيكون فاتح عشان يدي مساحه كده ويدي براح، عشان تبقى نايم كده ما تلاقيش الدنيا سودة فوق. صحيح. من ضمن الحاجات اللي في التخطيط السليم جدا يعني عشان نطلع افضل النتائج زي ما قلت قبل كده، ان احنا لازم نكون مصدقين ان احنا بننتقل من بيت لبيت جديد تماما. فعشان نخطط صح للبيت الجديد ده، انا زي ما قلت قبل كده في بدايه الحلقه ان احنا تصورنا العام اللي حطيناه في اذهاننا ممكن ننقله على ورق برسم كروكي وتخطيط كده، بان كل مكان هيكون فيه، كل اوضه هيكون فيها كراسي قد ايه، الاساس هيكون فيها قد ايه، الترابيزات هيكون فيها مثلا ترابيزه 2، الحاجات دي كلها نكون رسمينها عشان نطلع شكل محترم ونقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه توفر لنا في المساحات وتوفر لنا في شكل الاوضه او شكل الغرفه يبقى شكلها كويس، وقدرنا ان احنا نطلع افضل منتج زي ما احنا بنتكلم فيه. عشان كده لازم نخطط بطريقه صح من البدايه. وطبعا هتوفر لك في الفلوس. انت نسيت تقول الجمله دي. مين بقى هنا اللي مادي ده؟ انا بس بفكرك، بس بقالك 3 دقايق ما جبت سيره الفلوس، فقلت الحمد لله الحمد لله افكرك يعني. الحمد لله دي ارزاق على فكره. موضوع الفلوس دي لازم عندك برضو عارف ميزه مهمه قوي، لازم البيت عندك زي ما قلت لك قبل كده يبقى من هنا لهنا كله شبه بعض. فايه اللي يحصل؟ نجيب النقطه دي ازاي؟ ان الجدران تبقى شبه المناسبه مع الفرش، مناسبه مع كل حاجه. ان احنا نجيب خشبه، قطعه خشبه عاديه، أيوة. ونحط عليها عينات القماش، وممكن نحط عليها عينات الدهانات بتاعت الجدران. هتبص تلاقي الموضوع بقى قدامك بقى طبيعي. لو حته قطعه الخشب دي احنا هنعتبرها فراغ عادي، وتبدا تحط تشوف الالوان بقى ماشيه مع بعض ولا مش ماشيه مع بعض، بدل ما تجرب وتدهن وترجع في الاخر مش مناسبه. عارفه نصيحه كمان انك انت لو قدرت تحط مرايات في الاوض الضيقه والممرات، يعني الهول بقى بتاع البيت، المرايه دي بتديك احساس بان المكان واسع. فعلا يعني بتوسع المكان. تضحك عليك خداعه جدا. شوف انت لما بتركب الاسانسير مثلا تبقى واقف بره شايف الاسانسير يعني ده هياخد 100 اول ما تدخل تلاقي انت كفايه يعني خصوصا لو انا يعني انا يعني عادي. لا الاسانسير عادي. المرايه بتبقى دور مهم في الاوض الصغيره، وكمان الهول بتاعه البيوت بتحسس الناس او بتحسس اللي واقف قدامها ان المكان ده واسع ومش ضيق زي ما احنا متخيلين وحاجات زي كده يعني. ولكن في الاصل ضيق يعني، ولكن احنا بنضحك على نفسنا يعني. لا بس بجد فعلا المرايات بتدي وسع كبير قوي في المكان حقيقي يعني. وبرضو عارف لما تيجي ليلى تختار كده، يا ريت تبص للطبيعه.
لو الالوان ماشيه مع، لو بصت لورده كده، ورده صغيره بصت لها لقت الالوان اللي جواها ماشيه مع بعض، وده اللي هي مخليانا شايفينها جميله جدا، ممكن انها تستعين بيها. تمام. روز مثلا بيبقى فيه ساعات تلاقي موف والقلب بتاعها اصفر. في الطبيعي انت ممكن ما تحطش اللونين دول على بعض، لكن الورده اللي احنا معجبين بيها شكلها كده، صحيح. فده بيقول لك ان انت ممكن تستخدمها بالشكل ده جدا، هيبقى مناسب وهيبقى حلو قوي. بمناسبة الألوان اللي بتتكلمي عليها يا أمنية، مزج الألوان والخامات من الأنواع القماش ده ممكن تستخدمه في السفرة، ممكن تستخدمه في الستاير أو حاجات زي كده. مزج الألوان ده بيبقى مهم قوي بين ألوان الأساس وألوان الحيطان وألوان القماش اللي أنت حاطه في الستاير. بيبقى رائع جدا واروع لو انت استخدمت لون واحد هو الاساس، ودي درجات اللون ده. بتبقى حلوه قوي. تنوع ومزج الالوان، درجات لون واحد بس يعني تشكل بيها الاوضه دي، بيبقى المنتج بيبقى شكله رائع قوي. بس تعرف بقى انت لو هي بتفكر صح بجد، لو هي اللون عجبها، اللون القماش ده عجبها، ممكن تحطها برضو على يعني تجيب اكتر من درجه وتحطها كده على ورقه سودا. ورقه سودا دي هتوري لها اللون فعلا، يعني انت اي لون انت عايزه يبان قدامك ممكن تحطه على الاسود، يبان فعلا هو غامق بقى كئيب، تلاقيه مع الاسود اختفى تماما وادى كآبه. لو هو فاتح هيدي اللون كده، هيبقى مشرق ومبهج. فاي حاجه حطها على الاسود وانت هتلاقي النتيجه معاك ممتازه جدا. بمناسبه القماش اللي كنت بقول لك عليه، لو احنا يعني استخدمنا اكتر من نوع عفوا من انواع القماش، بيبقى حاجه مهمه قوي، او استخدام الخامات من الاقمشه، يعني زي القطن والحرير والصوف والبوليستر. الحاجات دي بتدي برضو حاجات او منتج شكله حلو في الاخر. انت بتتكلم على بتنوع عامه. الخامات أنا نفسها. فكرتك هتتكلم على الالوان اللي هي المقلم والوردات والمشجر والحاجات دي، برضو بتدي برضو صحيح منظر حلو قوي في المكان. صحيح. وبتخلي يديلك بقى ده ماشي مع بعض ولا لا. برضو نفس الطريقه، لو اتحطت على ورقه واحده هتديلك ده ماشي مع بعض او لا، المقلم مع المطبع وردات او ساده، لان صحيح الالوان بتبقى متمازجه قوي مع بعضها. لو انت هتختار، على فكره يعني هنختار اقمشه مثلا او قماش في البيت، او عشان الجدران او حاجات زي كده، اختار القماش الاول. يعني سهل مقارنته مع لون الحيطه يا امنيه. يعني سهل ان احنا نقارنه مع لون الحيطه، وممكن بقى نجيب القماش المناسب بعد كده مع لون الحيطه. يعني ده انا قلت لك في الاول ما ينفعش ابدا ان احنا نغير الفرش، لكن ممكن نغير اللون، لون الدهان. تمام. الدهان تغييره سهل. حتى احنا لما في البيت في بيوتنا دلوقتي مع بابا وماما، يعني ممكن دلوقتي تلاقي مثلا طلع في دماغنا الصالون بتاعنا لونه ازرق مثلا، نقوم نعمل الجدران حواليه رمادي. ممكن نعملها بعد كده ابيض، بس الاساس عندك الموبيليا ثابته وفرشها ثابت، لكن انت بتغير بقى الجدران حواليها. ده دليل على ان هي اسهل تغييرها من ان انت تجيب صالون جديد او انتريه جديد. ده طبعا بتبقى حاجه مهمه قوي ولذيذه وخفيفه كده. صحيح. مهم بقى ان احنا كمان لو هنستخدم خشب ومع يعني في البيت، نراعي لونه ولون الحيطان ولون الجدران في البيت. يعني مهم قوي ان احنا يعني الوان الخشب زي ما احنا عارفين مختلفه يعني. اللي هو البني بقى بكل درجاته يعني. صح. نراعيه مع لون الحيطان. يعني تتخيل لو انت مثلا عندك الصالون بتاعك خشب وبني، بني غامق مثلا، رحت انت حاطه على حيطه ظهرها ازرق غامق برضه كحلي يعني ضاع. مين ده اصلا؟ ده بيت ده ده كده ضاع يعني، ده كده خلاص ما عادش فيه اي حاجه. انا تخيلتك عم بتكلمي عن مخزن مثلا. الباب بقى بتاع الشقه ده باب مهم قوي برضه، لازم نخليه جزء من الديكور بتاعنا، ما ينفعش ان احنا نستثنيه. ده باب بقى بره، لا لا لا، من جوه هو جوه البيت. فلازم ممكن لو احط عليه مرايه يكون شكلها حلو، يكون ليها شكل كده جمالي حلو، يخليك تكمل المنظر بتاعك، فاهم؟ في كمان لو انت عندك الالوان غامقه، ممكن تفتحها بقى بالمفارش اللي هتتحط حوالين المكان. دي لما تحط مفرش كده مبهج يغير لك الشكل على طول، ويخلي الحكايه معاك ايه بقى زي الفل كده، يعني منوره ومشرقه بعد ما كانت غامقه. بما ان اللي احنا جبنا سيره الانوار، فاحنا معانا مداخله تليفونيه، اكيد ده صوت حد من اعزائنا المستمعين عشان ينورنا كده بكلامه الجميل. يعني مساء الخير. ميرسي، ربنا يخليك. مش عارفه اقول لك ايه الكومبليمون الفظيع ده. مساء الخير. مين معانا؟ مساء الخير. انا هاجر. هاجر ازيك؟ الحمد لله على السلامه، والله البرد راح.
والله انا زعلانه ان انا مش بسمعكم، بس قلت ايه اشوف انتوا معايا في ايه بالظبط علشان ايه نكون مع بعض برضه كده زي كل مره. طبعا مش زي المره اللي فاتت انا كنت زعلانه جدا يعني. لا والله يا هاجر احنا لا بس بنقدر برضه. احنا ما نقدرش نزعلك يا هاجر يعني. المهم قريت البوست على اسمه ايه مهندس الديكور. بس تمام. عايزه اقول لكم ارحمونا. ليه بس ليه يا هاجر؟ لا مهندس الديكور اصلا بياخد فلوس كتير قوي امنيه اليومين دول يعني. هم الحمد لله انا عندي واحده صاحبتي مهندسه ديكور بتشتغل مني فلوس. صاحبتي مهندسه الديكور يا هاجر وهتظبط يعني طب الموضوع. نبقى نكلمك يعني وتخدمنا وكده ولا طبعا ايه؟ يا هاجر طبعا، بس انت قولي لي قبليها بس بشويه. لا وبعدين احنا بصمتنا فين؟ لازم نحط البصمه. طبعا دي اهم حاجه على فكره، انا قلتها في الاول يعني. اهم حاجه ان احنا يعني ننقي، ولو احتاجنا مهندس ديكور ده رايي الشخصي يعني. لا والله يا زلمه ممكن ما نحتاجش دلوقتي النت يعني بقى عاملين حاجات بالهبل. حتى شكل اللمبه نفسه موجود على النت يعني. لا بصوا صرف النظر يعني عشان بس حاجه صاحبتك ما تزعلش، مش عايزين مهندس ديكور. بلاش مهندس ديكور خلاص يا هاجر. لا بلاش. انت اصلك طيبه وكده. بص يا هاجر يعني انا رايي ان مهندس الديكور احتمال نكون محتاجينه قوي واحتمال ما نكونش محتاجين، بس هو في الحسبان. يعني احنا لو احتاجناه اكيد هنجيبه، امال يعني لو احتاجناه مش هنجيبه ازاي؟ طب هنحتاجه في ايه؟ لو احنا فشلنا ان احنا اختلفنا يعني في الرأي بقى. لو احنا فشلنا ان احنا نتفق على توضيب يعني اوضه معينه بنورها بعدد الاساسي اللي هيكون فيها بشكلها العام، الكلام ده وايه اللي ينفع هنا وايه اللي ما ينفعش. لو احنا اختلفنا ان احنا نتفق على الشكل ده اكيد هنحتاج ان احنا نستشير حد ذو خبره، ومفيش حد ذو خبره في الموضوع ده اكتر من مهندس ديكور. فاكيد صح ولا لا؟ لا في. مين يا باشا؟ في نقاشين طبعا يقولوا احلى شغل. نقاش؟ ما هو يعني ما بعدتش بعيد عن المهندس ديكور بس ما اتخرجش هو من كليه يعني. والله في نقاشين دلوقتي مودرن جدا والله عندك حق، بس انا خلاص انا هاخد بنصيحتك، بس لو كده هكلمك اشوف نقاش مين بقى. كلمي مهندس الديكور وهو هيكلمك علشان النقاش يا هاجر. المهم نكون مع بعض يعني. خلاص. بس انتوا عملتوا حاجه ثانيه بقى غير المهندسين ديكور النهارده؟ عشان والله مش سامعاكم انا. الاول انت مش سامعانا ليه يعني؟ طمنينا بس عايزين نعرف انت فين يعني، مش سامعانا ليه؟ انا مش في البيت اصلا. مش في البيت اصلا. طيب يا هاجر نبقى نشوف الموضوع، يا ريت تكتب لنا على البوست انت فين عشان بلاش نحرجك على الهوا. اكتب لنا قول لنا انت كنت فين. احنا عامه النهارده كنا بنتكلم على تكمله نصائح لتاسيس عش الزوجيه، وكمان بنتكلم على تاسيس اوض النوم والمطبخ والسفره. ايه اكبر النصائح اللي ممكن نقدمها ليكوا ولكل مستمعينا من قيس بقى وليلى يعني عشان نساعدكم في توضيب ده موضوعنا النهارده اللي بنتكلم فيه يعني، ويمكن سؤال حلقتنا حوالين مهندس الديكور يا هاجر. تمام. طيب هو السفره فيها مشاكل كتير جدا. يعني في ناس تحب تزود قطع زياده، سواء النيش يبقى حجمه كذا ومش عارف ايه، وفي الاخر اصلا ما نستخدمش الحاجه اللي جواها. يعني في ناس بتملى النيش على اخره وفي الاخر ما بتستخدمش اصلا الحاجات اللي جواها، تبقى حطها مجرد ديكوريشن للرايح واللي جاي، واو النيش بتاعك فظيع ومش عارف ايه. طب هنستخدمها امتى بقى؟ ما بنستخدمهاش اساسا. ما هو دي بتبقى صاله عرض يعني، انت بدل ما تسيبيها عند الراجل انت بتعرضيها في البيت يعني. بتساعديه يعني. وبعدين عشان الناس تيجي تبارك لك بقى فتسالك دي جايباها منين؟ تقول من عند فلان. برضه نتفرج عند الراجل مش هنقول لا. على فكره ممكن تعملي بيزنس عندك في البيت يا هاجر، يعني ممكن تتفق مع الراجل ان اعمل لك معرض عندي ونص الثمن بقى وكده يعني. لا هو احنا ممكن نجيب حاجه احنا هنستخدمها في اصلا تبقى حلوه في العرض، بس نستخدمها مش نركنها. صح. ما تبقاش مصاريف وخلاص. صح جدا. وفي على فكره حاجات كتير جدا نزلت اليومين دول وبتستخدم كتير جدا وده كويس يعني، غير حاجه زمان كانت يعني ممكن الست مثلا داخله بيتها ب4 اطقم شاي. طب هتحتاجي له 4 اطقم شاي يعني هتحطوه في نيش بس تتفرجوا عليهم، هتستخدميهم كلهم؟ ممكن تستخدمهم يعني عندها زيارات كتير، انت ايش عرفك يعني؟ طب هندخل 4 اطقم مع بعض عشان الزيارات الكتير؟ مش عارفه والله. ما عنديش رد. او بمعنى ادق امتنع عن الرد. السفرة بقى كقطع نفسها الصراحة يعني أحلى حاجة نازلة برضه جديدة اليومين دول الحاجات السيمبل جدا، بس هو احنا بنتعب قوي الصراحة في حاجات زي مثلا ايه، في ناس بتجيب السفرة بتبص على رجليها
اه كنت لسه بتكلم، انت فعلا يا هاجر لما ما كنتيش بتسمعناش يا هاجر تبعتينا على فكره، كنت ما هي قالت ما ما بتسمعناش بتسمعناش صحيح؟ انت اثبتي آه. فعلا انك مش بتسمعينا بس النهارده. احنا فعلا لا. كنا بنتكلم في كل الكلام لا ده، خالص. بس شاطره يا هاجر، رجليها شاطرة. والسجاد، يعني واحده انا شفت واحده قدامي شاريه سجاده ب1000 وشويه عشان تحطها في السفره، وهي اصلا السجاده مش بيبقى منها حاجه. خالص في واحده بتحصل تانية كتير على تشتري- فكره. السجاده ما بيبقاش منها اي حاجه خالص في السفره بالذات. فعلا صح. رجلها كلها على الارض. قابليني لو عرفت تنضف حاجه تحت الترابيزه دي، لا خلاص بقى. قابليني. يعني بصي انا واحده اهو، ماما كانت جايبه الترابيزه بتاعتنا كلها جايبه عامله شكل اكس كده بس كلها على الارض، غيرنا الرجلين من تحت وجبنا حاجات عاليه علشان نعرف ننضف السجاده من تحتها، اكيد طبعا. لان الاولانيه دي كنا لازم نشيل السجاده كلها. تخيلي بقى هتشيلي السفره كلها عشان تنضفي السجاده. بس هو في فكره حاجه كويسه ان انت مثلا يعني لسه ما اتجوزتيش بس اخدتي بالك من الحاجات دي مش ناويه تكرريها. لا المشكله ان في برضو بنات بتبقى عندها نفس المشكله وبتكررها لمجرد ان هو ده العرف السائد يعني. والحلقه اللي فاتت الصراحه كان نفسي اتكلم واقول لكم على الشقه الصغيره والكبيره، وتعزلوا ولا ما تعزلوش. لا ما عزلش، هي لو صغيره تفضل صغيره طول عمرها، لان انا جربت التوضيب والعزال قسيت، فهو الشقه تتفرش هي لبره وتتكرر تاني. شفت بقى، شفت وجهات نظرك. حد اصل دي تجارب الناس بتمر بيها فبتبقى حاسه بيها يعني. لا خلاص انا قسيت في العزال وفي لم الهدوم وفي لم العفش وفي الحاجات دي كلها، والحاجه تنزل وترجع تاني، الحاجه نفسها بتتبهدل. اكيد طبعا. والله يا هاجر انت صعبانه عليا، يعني قسيتي تحت السفره وقسيتي في قسيت العزال ماما ما شاء الله يعني. والله يعني انت صعبانه عليا. لا بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين. لا الصراحه حقي ان انا اعزمكم انت تبيسي اللي على الهوا. شفت يعني يا هاجر انت عارفه انت من اعز مستمعاتنا، وعبد الحميد جاهز يعني في اي وقت ممكن يجي. انا جاهز اجيب لك مهندسه الديكور بس لكن يعني مش تنظيف وبتاع ايه الكلام اللي على الهوا ما ده. قلتش تنظيف، انا قلت في الشقه يعني توسع تكبر كده يعني. لا ان شاء الله اكيد يعني هيجي يوم كده واعزمكم وتقعدوا معانا شويه في البيت وتشوفوا هتقولوا فعلا قسينا. لا ان شاء الله نيجي وان شاء الله. انا هاجي واهتم واشوف موضوع رجلين السفره والسجاده اللي تحت السفره، ما تقلقيش يا هاجر يعني. طب ممكن اقول بقى ملحوظه صغيره عشان انا بلاقيها في كل الناس تقول لك ايه انا هروح اقعد في الانتريه. نفسي اقول لهم ده مش انتريه اصلا، الانتريه ما بتحطش فيه عفش اساسا، الانتريه ده مدخل البيت، المدخل. طب ما هي عشان حضرتك مدرسة فرنش زي ما قلت لنا قبل كده، يعني هنجبر الناس تغير معتقداتها دلوقتي بعد السنين دي كلها؟ هنقول لهم الانتريه ده الانتريه اساسا دلوقتي اللي بيتقال عليه اوضه المعيشه. اوضه المعيشه مش اسمه انتريه. شفتي بقى يعني انا ما غلطتش اهو، انا قلت ان في انتريه وفي غرفه المعيشه. ايوه يعني انا قلت كده. يا سلام. لا هو في الواد عبد الحميد ده شاطر على فكره، بيذاكر من ورانا. لا هو في صالون وفي اوضه معيشه، لكن الانتريه ده المربع اللي قدام باب الشقه. ما في ناس ما عندهاش المربع ده اصلا، بيتحط فيها اساسا، مش بيتحط في ناس ما عندهاش شقه اصلا. هو في ناس ما عندهاش شقه اصلا. الناس دي لو لا هو هقول لك على حاجه، طبعا دي متوقفه على خريطه الشقه نفسها. بس الانتريه لو موجود بيبقى المربعه اللي قدام باب الشقه، ومش بيتحط فيه غير كرسيين مالهمش لازمه ومعاهم الكونسول بتاعهم. ده الانتريه. لو ما فيش الحته دي ده الانتريه مجرد مدخل للشقه، لكن لو ما فيش الحته دي هتدخلي بقى على الشقه نفسها على طول، فده هيبقى الليفنج بتاعك وهو ملهوش بقى باب، خلاص الليفنج بتاعك هو الانتريه بتاعك. ده اللي بيتحط فيه الحاجات العمليه، الامريكان فرنتشر والتلفزيون والحاجات دي كلها، غير الصالون بقى دي بتبقى ايه العفش الستيل، الفوتيه اللي هو دراعه شكله عامل ازاي والحاجات المذهبه والحاجات دي كلها، ده الصالون. بس دي محصله انا كنت عايزه اقولها لان في ناس كتير قالت لك انا هقعد في الانتريه، فانا في الانتريه في الانتريه دي على باب الشقه بره يعني. ميرسي ليكي يا هاجر، وميرسي على ملاحظاتك الجميله، وميرسي على اهتمامك واتصالك بينا برغم انك ما بتسمعناش، بس لا انا ما اقدرش افوتكم مره واحده يعني، لازم بجد البرنامج ده تحفه جدا من اول يوم، وان شاء الله تكملوا لحد الاخر ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي ليكي قوي يا هاجر. شكرا ليكي يا هاجر، شكرا جزيلا. شكرا. هاجر قالت وهي بتتكلم، قالت حاجه مهمه قوي، قالت الخريطه.
الخريطه. اللفظ ده يعني ما عدانيش كده وما فاتنيش يعني. الخريطة، وهي دي بقى المهمة في استكمال كلامنا حوالين التخطيط السليم عشان نطلع افضل منتج. خريطه والتخطيط. خريطة للبيت، لازم تعمل خريطة للبيت، هو ده الرسم الكروكي اللي بنقول عليه. كروكي. عارف في مشكله جامده قوي يا عبد الحميد، ان دايما بيبقى في فراغات في البيت احنا مش عارفين نستخدمها، او ما عندناش فراغات وعايزين نستخدمها. يعني في حاجات دايما بتبقى عايزه تدخل في الموضوع دوت، ازاي تستغل الفراغ اللي موجود عندك في البيت. في اماكن كده انت ممكن لو انت قعدت بعد ما خلصت بقى فرش البيت خالص، ممكن تلاقي مكان كده ممكن يتعمل فيه دولاب للتخزين. او مثلا ممكن تحط التخزين ده، تعمل دولاب في الحمام مثلا لو في مساحه تكفي، الدولاب ده تحط فيه حاجات اللي بتستخدم في الحمامات زي الفوط والشامبوهات والصابون والحاجات دي، بدل ما نخزنها في مكان تاني بنخزنها في المكان ده. وفي المطبخ طبعا دواليب المطبخ كفايه. فطبعا الاماكن الفراغات دي نحاول نستغلها بقدر الامكان، صحيح ما نضيقش الاماكن بس برضو نعمل ايه، نوسع على نفسنا يعني. السقف بقى معانا برضو، السقف فيه مشكله كبيره جدا، ان ساعات بيبقى فيه اسقف عاليه قوي وفيه اسقف بتبقى قصيره جدا، والسقف ده عليه دور مهم قوي. زي ما قلنا في البدايه لازم يكون السقف بلون فاتح، بس لو هو عالي قوي يبقى لازم ندهنه بدرجه شديده قوي من الحيطان عشان ما يبانش ان هو بالارتفاع ده. لكن لو هو مرتفع متوسط عادي ممكن نديله لون مختلف تاني خالص، بحيث ان هو يديلك يعني احساس ان في اختلاف في المكان وفي وسع برضو. انت عارف لو انت كده تبص في السقف في اسقف، عارفها بتاعت البيوت بتاعت زمان دي اللي هي العاليه قوي. دي عاليه قوي دي تلاقي بيت نمتي كده. شوف انت بتجيب السقف عندك بيبقى شكله عامل ازاي فين بيت نمتي. لا ما شاء الله عالي قوي. فانت كل ما تدي نفس الجدران يديلك نفس الريحه، بس السقف بقى لو انت عملته نفس لون الجدران تحس ان المكان بقى قصير، ما بقاش بالعلو المتعرف عليه يعني، او اللي انت شايفه بعينيك دي، غير لما تسيبه بقى ابيض فوق كده بيدي مساحه ان هو عالي جدا وبعيد. احساس ايه فكرت فيها؟ حاساك بتسرح يعني بتخيلها كده يعني. بتعمل مقارنه. صحيح. لكن لو هو عادي زي ما قلنا. لكن برضه بقى لو انت عارف لو طبعا عند جدتك بقى سؤال، مستغلين الفراغ ده في حاجه؟ انا لا، جدتي الله يرحمها خلاص. لا يا الله يرحمها طبعا. وجدي الله يرحمه برضه مش حد قاعد في البيت. هو البيت ده ايه؟ لا كانوا بس مستغلين يعني الفرق ده قبل ما تتوفى. لا ما كانش فيه استخدام ليه الا بس يعني في المطبخ يمكن كان في بقى دواليب وحاجات كده بيعينوا فيها في المطبخ بس، لكن في الاوض والكلام ده لا، كان السقف عالي حاسس ان انا ببص يعني على حاجات فوق كده. في فراغ بينه وبين مع مساحه يعني. كان ممكن مثلا يتعمل ده مهندسين ديكور بيفكروا فيها، مثلا يتعمل رف كده منه بيدي مساحه ان السقف قصير، وممكن تحط عليه حاجات برضو شكلها حلو، مش بقى مش تخزين يعني. بس تحط عليها حاجات يعني مزهريات اللي هي الفازات والحاجات الزينه دي، وفي نفس الوقت بتدي لك مساحه ان السقف قصير عندك. لا بس انا كان عندنا في المطبخ بتاع ان انت كانت يعني هو مش في المسافه العاليه قوي، مش السقف الدواليب اللي بقولك عليها دي مش في مسافه عاليه قوي عشان يعرفوا يطولوها يعني ويجيبوها والكلام ده، وكانت مستغله شويه الحاجات دي. فيمكن زي ما انت بتقولي صح، لما افتكرت دلوقتي يعني تخيلت الوضع عندنا هناك في المطبخ، يمكن كانش يحسسني ان السقف عالي قوي هناك، غير لما تخرج كان في حاجه في النص في المساحه الفاضيه دي قوي في النص كده لفت انتباه، لكن في فرق بينها وبين الصاله. كانت بتديلك احساس ان هنا خلص، ان السقف لحد هنا خلص. ده ممكن بره نستخدمه برضو ازاي؟ انت ممكن تجيب اللي هي الزرع، ممكن تنزل زرع بقى حوالين الرف اللي انت تعمله بره ده، او شكل كده جمالي تنزل منه زرع يديلك احساس ان السقف لحد هنا خلص. وممكن في الاضاءه ده برضو مهندس الديكور اللي يقدر يقول لنا ممكن يحدد طبعا، بس لا بس انت ممكن برضو يعني مع نفسك. احنا قلنا ممكن نستعين بمهندس دكتور مش عارفه ليه معلمه معاك مهندس بس هو دكتور صحيح. طبعا دكتور في مهنته اكيد طبعا. مهندس ديكور لازم يقول لنا طبعا وجهه نظره ايه. انت وفي ناس تانية بتقول لك لا مش هستعين انا كفايه. شايف ايه؟ لا زي ما هاجر كانت بتقول، انا مش حابه ان اجيب مهندس ديكور، ولو ان هي هتجيب مهندس ديكور بس هتجيبه نقاش يعني هي تستكفى بالنقاش. بيقول لك برضه ممكن ان انت تجيب علشان الكونسول
كونسول كده، عارف الكونسول اللي كانت لسه هاجر بتتكلم ايوه ده اللي جنب باب الشقه في مرايه وتحط عليه ايوه بيبقى فيه جنبه ساعات كرسيين وساعات عندي في بيبقى بيتنا ده. عندكم مش عند جدتك؟ لا ده عندي في بيتنا. طب كويس. بيبقى فيه كده ممكن بيبقى معاه كرسيين ساعات، وبيبقى فيه معاه زي كانوا موجودين الكرسيين دول زمان يعني. زمان صح؟ افتكر يعني. الترابيزه اللي بتبقى معاك كده ترابيزه صغيره كده، ترابيزتين صغيرين ممكن يبقوا متبطنين، ممكن ان انت وانت قاعد تاخدهم عندك كده تحط رجلك عليهم. وفي ممكن ان انت ممكن ايه كنت بتعمل بيهم ايه انت؟ قول لي. لا انا كنت يا دوب بقعد بس ساعتها يعني وانا ماشي بس في الشارع يعني وخلاص، وانا خارج ببقى قاعد على بقى ان كنت بلبس بقى الكوتشي او حاجه يعني. بس ده استخدامي ده ليه يعني. اخر استخدام. بس ده مفيد برضه يعني، بدل ما تجيب كرسي بس بدل ما تجيب كرسي من الاوضه الثانيه او من تستخدم كراسي السفره مثلا، ده ممكن تستخدمه زي ما انت قلت كده، تلبس الكوتشي او تعمل اي حاجه، وده بيبقى جنب البيت. طبعا عندك بقى مجموعه صور كتير، هتحطها فين؟ ممكن في لو في شقه فيها ممر كده من بين الاوض، ممكن نعملها بشكل متدرج. انا هعمل معرض صور اصلا في بيتنا يعني. هعمل معرض صور تحديدا صحيح. مش عارفه انت مش هيكفي. هعمل معرض صور عندي. انت ممكن تاخد جدار كامل تملاه من فوق لتحت. على فكره يعني في بيوت اصلا انا ليا اصدقاء في القاهره عاملين اللي بتقولي عليه ده في الهول نفسه، حاطين صور ليهم كبيره قوي، وبعدين تنزل لاصغر اصغر اصغر، وكل شويه على فكره بيجددوها. يعني هم فايقين قوي يعني. ده ودي حلوه جدا. هم قاعدين المكان ده تقريبا في البيت، ده اهم يعني حته هو في البيت. طول ما هو في البيت مثلا بيسيب الصور مثلا